السلام عليكم، حياكم الله مصايدين. طبعا اليوم قناة العاب اوريجنز بمناسبة ان المول الجديد شفنا الستاف فيهم، فصراحة شوي متحمس، بس بنفس الوقت ما ادري يعني هل راح يضبطونها ولا لا. فاتمنى ان القصة تكون زينة يعني، لان صراحة يعني ما بالقديم اللي هو سيتادل كان شو اسمه الكاتسين مال اللغز، يعني ما ادري كان يعني اوكي حمسنا واو اكسكيفيشن سايت اللي هو اوريجنز، بس الماب صراحه شكله نهائي من اوريجنز. هذا طبعا شيء ايجابي انا اشوفه، لان يعني ما اكيد ما نبي اوريجنز مره ثانيه للمره مليون، خلاص حلبوا الماب حلاب بس. فعلى العموم اليوم ان شاء الله نشطح شويه، بعطيكم قصص او قصص دعوه قصه مثل خلينا نقول يوميات، يعني احس هذا مسمى احسن يعني. ف انا منزل كلاس اسمه بابليك سبيكينج. باختصار الكلاس يعني يساعدك ان شو اسمه تسوي برزنتيشن ولا شيء. ف الصراحه ما اعرف ولا بني ادم بالكلاس، وكلاس كلهم اجانب. اللي من اسيا، اللي امريكي، اللي مدري ايش، يعني كل واحد من دوله. المهم ما علينا من الموضوع هذا. تركيزنا الاساسي هو الدكتور يا الربع، يعني مستحيل ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني في اقل شيء طن وزنه، مستحيل ما شاء الله تبارك الرحمن. الانسان ضخم يعني وايد كبير وايد زين. ف يعني والله ما اقصد اقل ولا شيء، بس تعرف ان لما الشخص يكون متين يعني تحس صوته مقموت زين. ف يعني انا ما اتوقع ان الدكتور هذا من ربع المثليين، ولكن يعني صوته يوحي ان منهم، عرفت؟ يعني شلون اشرح لكم القصه بكل اختصار؟ ان لما يتكلم الدكتور هذا يعني انا صراحه ما اقدر امسك نفسي يعني. اوكي لا يعني اذا قاعد يشرح بس الدرس يعني مو مشكله، اقدر اتحمل حلو. لكن اذا يعني بيخليني اسوي شيء غبي مثل الحين قلت لكم اياه، يعني انا ما اقدر صراحه. انا من الناس اللي مستحيل امسك نفسي، مستحيل مهما كان الشيء، يعني راح اعطيك رياكشن مالي على طول. فالمهم يعني شو اسمه، طبعا هذا كان ثاني كلاس لي. ف الصراحه الكلاس يعني ما ادري شيء كنت شوي متردد انا، بس الحين اتوقع وصلت مرحله بحياتي ان بس يعني خلاص ما قام يهمني ولا شيء حرفيا. يعني جيت الكلاس كان عليه برزنتيشن، ف طبعا يعني كلاس كل ما جانب. ف يعني من البرزنتيشن مالي ذكرت ان احب اسافر. ف اغلب دول سافرت يعني قراب من بعض. يعني مثلا عندك شو اسمه اغلب الخليج، اوروبا، امريكا، والى اخره. المهم فقلت اني مسافر تقريبا 17 دوله. فالكل انصدم يعني، حتى الدكتور اوه ما شنو. دقيقه بس مو قادر القى شو اسمه الرسمه هذه اي واحده حرفيا مو موجوده. اوكي لا كان فايه. المهم يعني ما ادري يا اخي، خلصت البرزنتيشن مالي، سالني اسئله، الكل صفق لي مثلا. الكلاس طبعا فيه 20 واحد تقريبا. يعني من الذكرين زين. ما شيء قاعد اتكلم شيء فصحى، لكن بحاول اوصل الفكره كذا ما اقدر يعني. المهم فخلصنا. طبعا كان يعني الكلاس عن البودي لانجوج ما شنو، يعني ان شلون الانسان مثلا يستخدم ايده بالبرزنتيشن او اشياء. فيعني اشياء بسيطه تقول. بعدين يعني الكلاس خلص تقريبا بكر، يعني المفروض انه ساعه يكون، ولكن يعني طولنا ما يقارب نص ساعه اللي تقريبا خلصنا الشغل اللي علينا. فقال يلا قوموا زين ووقفوا بداره. طبعا انا قلت لا، يعني ها مني بديت اشق اقول لا تكفى، لا تخليني نسوي شيء غبي لانه ما نخلق زين. لكن يعني ما قصر طويل العمر. خلانا نوقف شو اسمه بداره، وانا قاعد يعني مع ناس صراحه ما اعرفهم ولا شيء. يعني اوكي قالنا يلا كل واحد كل واحد شو اسمه يهزها شويه. اوكي مو بطريق لا يعني
شلون اقول لك يعني شي كأنك قاعد تتمغط زين. ف قلت اوكي مو مشكله يلا خلينا نتمغط زين. بعدين قال سكر عيوكم. انا صراحه ما اقدر اسكر يعني ما اثق باي احد يمي ولد بنت ما يهمني ما اثق باحد انا زين. ف زين ما اسمع شوي الا الدكتور يقول يلا كل واحد يردد وراي. انا قلت له يا حبيبي ماني مردد ردد بروحك انا ما راح اردد زين. والله يعني كمل والله ما ادري صامل زين. قلت اوكي مو مشكله يعني ننطر شويه. طبعا استمر الوضع حق تقدر تقول دقيقتين. بعدين قال يلا اوكي الحين راح نرفع الصوت شويه. فراح من بعدين اعطاها شي والله يا ربي ما اقدر اقول بضحك. المهم فتتخيل نفسك تجيب دايره مع 20 غريب اجانب طبعا مو عرب يعني احس اجانب شيء اهون من عرب ولا لو عرب لا مستحيل. فالمهم عطانا هالتون. قلت لا يا حبيبي انا ما راح اقول معاك ولا شيء انا بس راح اوقف انزين وراح اسكت راح اسوي نفسي انه معاكم بس لا ما راح اردد وراك يعني لان ما اقدر امسك ضحكتي والله العظيم يا الربع وما اعرف احد بالكلاس انزين. يعني هذا انا بروحي وما اقدر امسك ضحكه يعني لو معي احد اقول مستحيل جي. فالمهم كمل والله يعني ما ادري وين قاعد يروح الدكتور صراحه يعني ما ادري اي اتجاه قاعد ياخذ مع الكلاس هذا انزين. لكن يعني فجاه يلا عطانا نغمه ومو نغمه ثانيه حركه ثانيه قاعد اسوي بحلقه والله ما ايش قاعد اسوي الصراحه الحين انا بس انا تقبلت الواقع يعني ما ايش قاعد اسوي بالكلاس. ف ياب برات مو ما ايش قاعد اسوي بحلقه والله انزين. يا الربع ترى هذا كلاس بجامعه والله مو كلاس معاقين لا كلاس جامعه حرفيا يعني انا قاعد اقول ايش قاعد يصير. ف زين وكمل والله بعدين اعطانا نفس النغمه مره ثانيه والله ما اقدر زين. ف المهم قلت يلا اوكي خلاص خلص الحركه مالتي هذه. فقلت يلا تكفى خلنا نحرك الحين برجع البيت انا بريح. خلاص يعني كان يوم حده طويل صراحه وراي دراسه بعد. ف والله ما وقف صراحه يعني خلصنا من الحركات قاعد اسويها بحلجه. رحنا حق الشيء يسمونه بالانجليزي اللي هو تانك تويستر يعني شيء كذا حرف ورا بعض يعني مثلا بيتر بان مثلا شيء يعني عرفت يعني مثلا هذه مثل بسيط يعني. ف والله عطانا انا صراحه من هني انا بس انا مستسلم اصلا اوريدي يعني مستحيل على الدوره ولا شيء. فقلت خلنا نجرب يعني ما شنو قال جمله بيتر والله ما شيء مليون بي ورا بعض عرفت. فاحنا العرب عندنا مشكله مع البي مهما كانت خبرتك مع الانجليزي للحين راح يطلع شكلك نكته صراحه. على العموم يعني ما ادري يا اخي والله مستحيل يعني بس انا الحين ما قاعد اسوي الكلاس والله. وقاعد اضحك انا مت يا الربع والله يعني اقول لك يعني انا ما يضحك والله مو ماسك الضحكه قاعد اضحك بصوت عالي. بس الحمد لله ان الدكتور يعني ما قال لي ولا شيء لانه صراحه كنت مذهب بالعذر يعني انا والله ما اقدر امسك ضحكه نهائيا يعني كنت اقولها ولا شيء ضدك يعني دكتور بس انا يعني ثقافتنا وهالاشياء احنا ما نسوي الاشياء هذه فانت ما ايش قاعد تسوي ويعني ما قدرت امسك ضحكه يعني هذا كان العدل انا مجهزه ببالي. بس لا والله يعني ما قال شيء يعني نهائيا بس خلاص مشت الامور بس يلا مشينا من الكلاس. فما هي قصه غريبه يعني هذا صارت قبل كم يوم والله في مليون قصه اقدر اقولها يعني بس ما ادري اذا راح يكون شيء تبون تسمعونه. فاذا يهمكم هالشيء وتبون تسمعون يعني قصص زياده تافهه تقول بالبعثه انا مستعد اقول لكم كل شيء. الصراحه حتى كان يعني حد ندمت انه مو حد مسجل ولا شيء يعني لو مسجل والله كان مريتكم على الاقل مع انه ترى الدكتور هذا مالنا يعني نهائيا موافق نفسه يعني مثل ما ذكرت لكم يعني ما شاء الله الانسان بحاول احط انسان شابه يعني والله مو تقليل ان اي شيء حق الامتحان ولكن يعني صدق الانسان كان ضخم. المهم يعني ما كان يبي احد مثلا يقول حتى لو بتصور نوتاتك لا تصورني يعني هو طبيعي اصلا هو قاعد على الكرسي طول الوقت فما ادري شلون قاعد يقول هالكلام لكن طبيعي يعني صدقني بصور نوتاتي ليش بصورك يعني ما ادري ايش العقل ولا شيء. يعني ما ادري هاي قصه شيء شطحه يعني تقول عن العاده
لان الصراحه ما ادري ما عندي اي افكار اسوي عنها فيديوهات، لان خلاص الحين كولد وور او بلاك اوبس 6 ما ادري ما ادري للامانه. فناطر الماب الجديد، وان شاء الله راح نزيدكم مثلا شروعات او مقاطع جديده بس ينزل طبعا. ف يعني بس والله ما ادري اذا تبون تسمعون قصص زياده تافهه، لانه ما شاء الله حياتي مليئه باشياء تافهه. كتبوا لي تحت كومنتات وان شاء الله بحاول اتذكر، لان اغلب القصص قديمه الصراحه يعني. لكن في اشياء من هناك تصير لي. الصراحه كنت ببلش قناه فلوج يعني اصور يعني حياه جامعيه او حياه اليوميه مني. احس ما ادري يعني، بس كلها تردد صراحه يعني، ما احس من بيطالع الاشياء هذه. فاكتبوا لي تحت الكومنتات اذا تبون تسمعون قصص اكثر، وبحاول ان شاء الله ما اقصر معاكم. ف بس والله اتمنى يعجبكم الفيديو. لا تنسوا لايك، اشتراك، كومنت يا الربع، تكفى كومنت اي شيء يحسسون انكم موجودين. ادري انكم موجودين وعلى عيني وعلى راسي، بس تفاعل ما يضر، على الاقل شيء نرد عليكم ونتفاعل معاكم. وبس والله يعطيكم الف عافيه. نشوفكم على خير ان شاء الله المقطع الجاي. في امان الله. Maybe the glow is his weak spot.